تعالى شوف الميه جامده. انا اشرب الشاي ونزل وانت تنزل تاني ماشي. محمد وهاني العيال نزلوا الميه في الشتاء، نقول عليهم ايه مجانين زي ابوهم؟ العيال دي مجانين زي ابوهم ولا مش عارف. بدأنا هنا نزلنا الميه على اول مكان نزول، لبسنا واتجهزنا واعتمدنا على الله، ولبست الماسك طبعا وجينا معايا. هي كنت واقفه بره متردده، وانا صراحه قلت هي عمرها ما هتنزل، وبعدين اعتمدت على الله وبدأت انا. لكن كان عندي مشكله في النزول في اول نزله ديت، ان الماسك كان مشبر. بعد ما نزلت قمت شويه وبدات ان انا ميه دخلت ميه جوه الماسك ومشيتها على مكان التشبيره، ظبطت معايا. زي ما انتم شايفين كده سبحان الله، الشمس ضاربه في قاع البحر بتعمل الوان على كل لون صخره حسب الشعب او مش شعب، حسب الحاجات اللي هي الزرع اللي بيطلع على الصخور ده، وحسب بعد الصخرة وقربها من مستوى سطح البحر بيكون الجمال. هنا جانا بصيت لقيتها نازلة، طبعا خفت عليها، قربت منها جدا وجريت جري عليها، اخدتها في حضني وبدأت اطمنها ان انا في المية معاها. بعد كده بقى هي ايه انطلقت في المية، خدتها ومشينا شوية. طبعا دخلنا في قاع المية من جوه. طبعا سبحان الملك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. شايفين الجمال؟ والصمت في حرم الجمال جمال. يا جماعة هنا في كائنات كتيرة عايشة، يعني أسماك وحاجات غير الأسماك. في مقاطع أسماك بانت فيها واضحة جدا، وفي مقاطع الصخور بس، ما بين الصخور أسماك صغننة ما بتبانش في التصوير معانا، لكن بتنقل من مكان لمكان بيكون الجمال أعلى وأكبر وأجمل. يعني سبحان الملك، لما تيجي تتأمل في خلق الله عز وجل هنا في البحار دي، وتتدبر في قدرة الله عز وجل، ازاي يمشي الكون دوت بره وجوه، وازاي الاسماك دي كلها عايشه، وازاي سبحان الملك ويخلق ما لا تعلمون. بنشوف في البحر حاجات كتير جدا. ده غير انه باب رزق الناس كتيره جدا، من غير الصيد والسمك. الناس اللي بتصطاد سفنج، والناس اللي بتصطاد لؤلؤ، والناس اللي بتصطاد محار. يعني طبعا احنا بنختار الاماكن الصخريه ديت عشان الاسماك، وعشان خاطر المناظر اللي انتوا شايفينها دي. طبعا عايز اقول ان المكان ده معاش اسماك، ولو انت معاك بندقية هربون صيد. طبعا هنا السمكة بتاعتي الكبيرة نزلت ورايا في المية. خلاص هنا لما كنت انا ماسكها في اول ما نزلنا، وبعد كده بقى ايه انطلقت في قلب البحار. طبعا يا جماعة احنا في شهر أكتوبر، وفي شهر واحد، في آخر واحد، في عز الشتاء المفروض، لكن والصمت في حرم الجمال جمال. ده المقطع بتاعها لما كانت لسه بتنزل، معلش واتكرر تاني، لكن هنشوفوا جمال المكان ده. شوف المنظر، تأمل خلق الله عز وجل. وطبعا احنا طلعنا ريحنا بره وغسلنا الماسكات ونزلنا تاني. هنا بقى لما انطلقت معايا لوحدها، يعني ايه ابن الوز عوام ان شاء الله. ربنا يحميك يا بنتي، الله يحفظك يا رب، يحفظ كل من الناس ما شاء الله. طبعا انا صغرهم من اول ما بيتولدوا بيروحوا من البحر، بحاول ان انا بقدر المستطاع اعلمهم السباحة، اعلموا اولادكم السباحة، الرماية والسباحة وركوب الخيل. فالسباحة بالنسبة لي يعني تقدروا تقولوا ان هي ايه فرصة متاحة يعني. شوف منظر الصخور عامل ازاي، كل مكان نروحه فيه اجمل من اللي بعده، يعني كل مكان بنروحه فيه اجمل من اللي بعده.
في مقطع فيديو فيه اسماك كتير جدا، لكن بصراحة انا مش عارف المقطع ده راح فين منه. شوف جنى، جنى خلاص بقى انطلقت، يعني جنى انطلقت، مش عارف احوشها، خلاص هي اطمنت المية وبدأت تتعامل. طب خدي يا بنت النهيادي، طب تعالي، مفيش الكلام ده ان شاء الله. ده المقطع اللي فيه سمك على فكرة، اهو السمك اهو، اهوت، كويس انه جه. طبعا ده احنا انتقلنا مكان تاني خالص، فلقينا فيه اسماك كتير جدا. شوف الاسماك، اي نعم اغلبها صغير، بس فيه المكان اللي فيه سمك صغير يبقى فيه سمك كبير، ما بنرميش شيء يعني، ما شاء الله. هنا لما كنا طالعين نغير الماسكات غيرناها وقعدنا، خدنا هدنة ورجعنا نزلنا مية تاني. مفيش حاجة اسمها مية ساقعة، مفيش حاجة بقى اسمها، لا مش نازلين، نزلنا هنا تاني. شوف المية، سبحان الملك يا جماعة. يعني دائما في الحاجات ديت اذكر الله عز وجل وقول سبحان الله في خلقه. إذا عجبك الفيديوهات بتاعتنا شيرها في كل مكان، يعني دي جمال بلدك، وبصراحة الله أكبر على المنظر. يعني أنت مهما كنت أنت تيجي في الصيف ومهما كنت عاشق مطروح، أكيد ما مرش عليك الجمال ده والروعة دي. عايزة تتغسل بصابون أو بنصاية من جوه إن شاء الله. يلا ننزل، ايه رايك؟ تخش تحط رجلك في الارض. كنا قاعدين وبنغير الماسكات، لما كانت الماسكات بتعمل بخار، بعد كده بقى يلا شو ما جنب جامدة. انا اشرب الشاي ونزل، وانت نزل تاني ماشي. محمد وهاني العيال نزلوا ميه في الشتاء، نقول عليهم يا مجانين زي ابوهم. العيال دي مجانين زي ابوهم ولا مش عارف.